فلسطين، هالوجود المتمثل بأرض وتاريخ يفوق 7000 سنة، هوية وشعب. على فكرة، صورة أبناء فلسطين ما بتقتصر وبتنتهي على أطفال ونساء وشيوخ عم بيتم قتلهم بوحشية، تدمير منازلهم، سرقة كيانهم وتهجيرهم. كمان ما هي فقط صورة مشرفة لمقاتلين فلسطينيين مؤمنين بالفعل الواعي الملتزم بطريق زاخر بإمكانات رسم معادلات وجودية ثابتة حاسمة وغير مسبوقة. فلسطين إلها صورة كتار بيجهلها، ففلسطين قدمت للبشرية جمعاء، علماء ذرة وفضاء، فيزيائيين وكيميائيين لا يشق لهم غبار، علماء جيولوجيا، مهندسين وأطباء باختصاصات ما إلها مثيل. قدمت أيضاً علماء اجتماع وإنسان وفقهيات، دين ولسان، ومبرمجين على مستوى العالم كله. ناهيك عن نخبة هائلة من الشعراء والأدباء والفنانين والمفكرين والنقاد يلي تجلوا مقامات للعشق والجمال والوطن. شفناهم كفنانين وفنانين تشكيليين بالدراما والموسيقى والشعر النثري والشعر المقفى والدراسات الفكرية. وانطلاقا من هذا البوست رح يكون لنا يوميا وقفة مع علم من أعلام الأبجدية الفلسطينية الخالدة والمتفردة. لكن اليوم مين رح يكون معنا؟ خلينا نشوف. هو عالم الذرة والفيزياء الفلسطيني العالمي، من مواليد مدينة طول كرم لعام 1945. قدم ما يزيد عن 23 براءة اختراع، 6 كتب علمية بمجال الفيزياء، وما يزيد عن 180 مقال وبحث علمي، إضافة للعديد من المشاركات لعلماء عالميين بوضع كتب ساهمت بإغناء البشرية حرفياً بمجال الليزر، الكهرومغناطيسية والنانو. هو العالم منير حسن نايفة، والحاصل على الدكتوراه من جامعة ستانفورد الأمريكية بمجال علوم الليزر والفيزياء الذرية. واحد من أهم مطوري تكنولوجيا النانو المختصة بترتيب وتصنيف الجزيئات الذرية وتوظيف هي الخصائص بمجالات لا حصر لها من الصناعة والعلوم والتكنولوجيا والطب. حصل العالم منير نايفة على جائزة البحث التصنيفي نتيجة قيامه بوضع حبيبات سيليكون في غاية الصغر، إضافة لحصوله على جائزة البحث الصناعي عام 1979 من أمريكا أيضاً نتيجة بحثه المتفرد بمختبر أوكريدج الأمريكي الشهير. ناهيك عن عشرات الجوائز، وخلد اسمه بأهم موسوعات العلماء والمشاهير، من أهمها موسوعة بريتانيكا الشهيرة. وكان رئيس قسم الفيزياء بجامعة إلينوي السير أو البروفيسور ويل هاونكن. هي الجامعة نفسها يلي كان هو محاضر فيها قال عنه إن البروفيسور منير نايفة حقاً هو شخص مثير للاهتمام، فقد اكتشف أهمية تكنولوجيا النانو واستطاع من تصنيع حبيبات أو جزيئات غاية في الدقة والجودة. ورغم كل النجاح يلي حققه البروفيسور منير نايفة بكل أنحاء العالم، إلا أنه ما انقطع عن زيارة وطن الأم فلسطين، وما توقف عن أنه يتكلم لغة العربية ولهجتها المحلية تحديداً، وما توقف عن دعم العلماء العرب في كل أنحاء العالم. ففي عام 1991 أسس شبكة العلماء والتكنولوجيين يلي كان الهدف منها جمع كل العلماء العرب بالمهجر. كان البروفيسور نايفة قال بأنه العقل العربي لا يقل أبداً عن العقل الغربي، بل هو أفضل منه، وأي مراجعة على تاريخ العلوم بالعصور الوسطى هي دليل واضح على ذلك. طبعاً للعالم 3 أخوة علماء باختصاصات متفردة وعدد هائل من براءات الاختراع والبحوث، هم بكل الاحترام لهم تيسير وعدنان وعلي نايفة، البروفيسور اللي حصل على الجائزة الأرقى في مجال الهندسة الميكانيكية، وهي جائزة بنجامين فرانكلين اللي كان حصل عليها عالم الفيزياء ألبرت أينشتاين. ففلسطين النازفة من أكثر من 75 سنة ما توقفت من أيام النكبة إنها تزهر ارتقاء وحبا وتوسعا بوعي وفكر وروح البشرية جمعاء. ما توقفت إنها تنتج قادة وعظماء مو بس على مستوى الميدان مؤمنين باسترجاع الأرض طالما الإنسان الفلسطيني موجود، إنما قادة على مستوى العالم كله حملوا جراحهم وحولوها للأبجدية الفلسطينية، الأبجدية الفلسطينية الضاربة بعمق التاريخ والخالدة خلود الحق والحقيقة. سلامات.